السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم سنة وئام وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم المخنفر بدون بيض كيجي هائل البنات، ما تشبعوش منه. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقة والمكونات. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 3 ديال الكؤوس ديال دقيق الفينو او دقيق القمح الصلب، 2 كؤوس ونصف ديال دقيق الفورص، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه كبيره عامره الخميره حبيبات، 2 خمارات من فئه 16 غرام، 4 كاس ديال الزيت. ونضيفو 6 كؤوس من الماء دافئ نفس الكاس اللي عبرنا به الدقيق. نخلطو مزيان بالفوي حتى ينسجموا المكونات مع بعضياتهم، ومن بعد نخلطو بالميكسور مزيان. نطحنوا الخليط ديالنا حتى يبانوا لنا الفقاعات. نخليو العجين ديالنا او الخليط ديالنا يرتاح حتى يتضاعف الحجم ديالو، ومن بعد نبداو نطيبو. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو، كيتقال بهذا الشكل هذا. كناخذوا واحد المقيله اللي تكون صغيره من الاحسن باش يجيكم الشكل ديال المخنفر زويون. هنا كنضيف واحد شويه ديال الزيت في المقله، وكناخذ الخليط كميه من الخليط وكنكبو في المقله ديالنا. من الفوق ديالو كندير واحد خيوط هكا ديال الزيت، كنخليوها حتى تحمر من التحت ونقلبوها على الوجه الاخر. وهذا هو الشكل ديالو ملي كيطيب. هانتوما كي كتشوفوا غندير معكم وحده اخرى. كندير واحد الكميه في المقله، كي قلت لكم ملي كتكون المقله صغيره كيجي الحجم ديالو زوين وصغيور بهذا الشكل هذا. المهم انا كنفضل هذا الشكل وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. ضروري اننا نديروا شويه ديال الزيت في المقلاه وكنضيفوا الكميه من الخليط، كنخليوها حتى تحمر ونقلبوها. هانتوما كي كتشوفوا هنا حليت لكم وحده باقا سخونه هنايا، كيجي خفيف البنات ومفشفش. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كناخذوا شويه ديال الزبده كندوبوها مع العسل وكنضيفوها للمخنفر ديالنا. بصراحه كيجي اكثر من رائع، خفيف وهشيش ما تشبعوش منه. كنتمنى الفيديو نال اعجابكم. الا عجبكم ما تنساوش لايك الفيديو وتعليق زوين. يلا بسلامه عليكم، خليكم فيديو اخر ان شاء الله.